بين الاربع الخميس اتصلت بخادم الحرمين مرتين ثلاثه، فصدر بيان من بغداد قال الاجتماع ده اللي هيحصل ده بروتوكولي. طبعا اثار ثائره المملكه العربيه السعوديه بروتوكولي ايه؟ احنا بنعمل اجتماع عشان نقرب بين وجهات نظر، ولا بروتوكول نقعد ونسلم على بعض وبتاع وبعدين نمشي؟ هي الخادم الحرمين بعت وزير خارجيته اتكلم مع الرئيس صدام حسين، وقدروا وصلوا الى نقطة ان الاجتماع ده هيقعد يبحثوا في الموضوع. في اثناء رحلتي من بغداد الى الكويت قريت على وكالات الانباء على طول، نزلت عليا تصريح لوزير خارجية العراق ان الزيارة التي قام بها الرئيس المصري للعراق لم يكن موضوع الكويت والعراق موضوع البحث، وانما كان البحث في العلاقات الثنائيه. قبل ما انزل الكويت انا قريت الموضوع ده، قلت ايه ده؟ ليه كده؟ هو انا رايح اعمل حاجه هكسب حاجه؟ انا بتكلم في اطار عربي، اخوه عربيه، ده صديقنا واخونا وده صديقنا واخونا، وانا بقرب بين وجهات النظر بالتعاون مع اخوه عرب كثيرين. الحقيقه طبعا اتضايقت شويه لكن فوتت، قلت معلش. ولو اني بعد كده بعت رسول تاني يوم الخميس، انا كنت هناك يوم الثلاث للعراق، وقلت لهم هل ده يعقل؟ يعني ما خدناش الرد اياه، لكن معلش. حصل الاجتماع يوم الثلاثاء اللي هو 31 يوليو، واستمر حتى ظهر الاربع 2 يوليو 2 اغسطس انا اسف 1 اغسطس. الحقيقه سمعت عن ما دار في الحوار من الطرفين. اللي سمعته من العراق يختلف عن اللي قاله الكويت، وسمعته من الكويت يختلف عن اللي قاله العراق. الكويت قالت دخل قال كلمتين ومش عاوز يقعد معايا، اجي لك فوق، قال لي لا خلاص انا تعبان، وقال له طب الكويت قالت لك، العراق قالت ان هو جاي وكان متشدد. يعني روايتين مختلفتين خلت الواحد في حيرة. لسه عرفتهم متأخر. يوم 2 اغسطس الساعة حوالي 4:30 الصبح، وانا بقول ان شاء الله اغسطس ده يكون هادي مرة سنة من سنوات الحكم، بس الواحد يستريح اسبوع. قالوا لي الحق الاعتداء وموضوع خطير ونكدة والدنيا، ودخلوا على المواقع ودخلوا الكويت. جالي شلل في تفكيري. انا اصلا راجل عسكري وعارف تطور الاحداث دي كويس قوي، واقدر اعمل لها تقدير لان انا اشتركت في حاجات من دي كتيره، وعملنا تقديرات مواقف كثيره. في حاجات اصعب من دي بكتير. قمت صحيت وقعدت مش قادر اصدق اللي بيحصل. العراق والكويت بلدين عربيتين عضوين في جامعه الدول العربيه، كانوا مع بعض في الحرب. الكويت ده انضرب وده ساعد ده بفلوس. الحقيقه انا كنت بقيت مسؤول ومش قادر اصدق نفسي ابدا. كان موضوع موجود عندنا في هذا الوقت الشيخ زايد، وكان موجود في الاسكندريه، وحتى يوم كان جاي يتغدى عندي. الساعه 8 الصبح ضرب لي تليفون، قال لي يعني الظروف بتاعه. قلت له انا جاي لك، فرحت له واتكلمت معاه، وقرر يغادر عشان يقدر يشوف الموقف عنده، الموقف في المنطقه الدنيا جاري فيها ايه. في نفس اليوم مش الشيخ زايد حوالي الساعه الثانيه بعد الظهر. انا كنت في اسكندريه، جيت هنا ودعته، وبعدين الساعه 3:15 وانا بجهز نفسي طالع اسكندريه تاني، جلالة الملك حسين طلب مني يعدي عليا. هو دايما الحقيقه الراجل بيبادر دايما بسرعه وبيبادر باتصالات، وبيبقى في بينه وبينه حوار. جالي على اسكندريه، وصل حوالي الساعه 6 ل 5، كنت انا موجود هناك قاعد مستنيه في المطار 5:30.
بعد الظهر يوم الخميس اللي هو يوم الغزو. قعدنا في قصر فلسطين نتكلم، وقلت له الموضوع خطير ولا بد نشوف حل. قمة عربية كبيرة محدش عاوز، لان طبيعة العرب بيقعدوا عاوزين مجاميع صغيرة نتكلم مع بعض. قمة عربية بنقعد نتبادل الاتهامات والشتائم وما نطلعش بحاجة، وعشان كده بتلاقونا في قمم عربية مش عاوزين نجتمع. احنا بقالنا قد ايه بنجتمع قمم استثنائية، كل 5-6 اشهر قمة استثنائية وبالعافية بتجتمع. فبيقول لي انا بقول له يا جلالة الملك الموضوع ده بقى موضوع خطير جدا، وانا اخشى من عواقبه ان ما كناش هنلحق نتدارك الموقف سوف يكون مدمر، وسيضع الامة العربية في الميزان، وهيبقى موقفنا من اسوأ ما يمكن. فانا رأيي اطلع للرئيس صدام حسين وحاول اتكلم معاه على نقطتين اساسيتين تكون عندنا في جبنا، عشان نقدر تكون اساس لعقد قمة عربية ولو محدودة، ونتكلم ونقدر نساعد اخونا في العراق بدل المسألة ما تتطور. قلت له النقاط الاساسية او النقطة ضروري الانسحاب الفوري من الكويت، لان دي دولة مستقلة ذات سيادة. النقطة الثانية هي الكف عن ضرب الانظمة او ازاحة الانظمة بالقوة، لان مش من مسؤوليتي ان اجي اغير نظام دولة جنبي بالقوة. الشعوب دي مسؤوليتي، دي حق الشعوب، لكن ان تأتي قوة من الخارج وتنسف الانظمة او ترميها مبدأ خطير جدا حتى في العالم كله، فما بالكم في عالمنا العربي. قل له اذا وصلنا النقطتين دول ينسحبوا، وبعدين نبتدي الحوار والمباحثات على مشاكل قائمة وسوف نساعد عليه. واذا احتاج الامر الى قوات عربية اشترك فيها، مصر تشترك فيها كبفر زون بين العراق والكويت لحد ما تنتهي المحادثات ونخلص من المشكلة دي. بدون ما نتفق على ديت مش هنقدر نجيب قمة حتى ولو محدودة في الرياض في جدة. وكلمت اخونا الرئيس صدام حسين، قلت له الملك حسين جاي لك بكرة، والاجواء كانت مغلقة، واتفقنا على اسلوب يوصل بطيارة لحد اخر حدود الاردن، وبعدين ياخد عربية للداخل، وبعدين طيارة عراقية تنقله لحد ايران. اذا اتفقنا على النقطتين دول يكون اساس للقمة، بدل ما نقعد نشتم في بعض ونطلع ببلاش. الكلام ده كان يوم الخميس. مجلس الجامعة العربية كان مجتمع وعاوز يطلع قرار، واظن سمعتوه فيه ادانة وفيه يعني كذا بند موجود، ومفيش داعي اكرره لان نشر. مصر كنا جاهزين نطلع قرار، لان مصر لا يمكن مصر امام مثل هذا الحدث